اللي صار معي في معبد البوذي يوم أنا خرجت من محطة اسمه محطة شيبويا إيكي شيبويا. هناك في محل اسمه هاتشيكو، في صنم كبير وفي كلب كبير مجسم. وجدت هناك امرأة عجوزة تنادي الناس: يا ناس أدخلوا في ديني أجعلكم أولاد رب العالمين. لا إله إلا الله. فتصيح، وأنا جيت جنبها ومعي شخص أقوى مني وأفصح مني في اللسان العربي، اللسان الياباني. فسألناها، قلت كيف؟ قالت التفاصيل في المعبد، تمشوا معنا من المعبد. قلت طيب، مشينا المعبد وأخذتنا إلى المعبد. يوم وصلنا إلى المعبد مبنى كله قزاز، واستقبلونا ناس قالوا أهلا بكم في ديننا. قلت ما دخلنا في دينكم، نحن جايين ننظر أينا على الصواب نتبعه. قالوا طيب، بدأوا يقنعوني. فتحوا ستار على الجدار صور أجناس مختلفة من الصين ومدري من فين وأفريقيا، هؤلاء دخلوا في ديننا ومدحوا. قلت لا لا، ما تقنعني هذا، أنا عندي أسئلة مهمة. قالوا طيب سؤالك. قلت من أسس دينكم هذا؟ قالوا شخص جنرال كبير، مو أي واحد. قلت طيب سؤال الثاني، متى أسس دينكم هذا؟ قالوا 70 سنة، تجربة 70 سنة. وقلت طيب أنا أبى أتكلم مع المسؤول الأول. قالوا هذا توفي بنته. قلت طيب نكلمها. قالوا لا، أنت تدفع تذكرة الآن، يجي دورك بعد شهر، تدخل بسيارة وفي قصرة وتصورها وتمشي. كلام ممنوع. قلت بقى الكلام. قالوا هذا رئيس المعابد البوذية. قلت طيب أعطوني تواصل معه. اتصلوا علي قالوا عندنا شخص معقد جاي يدخل في ديننا، لكن معقد عنده أسئلة صعبة. فقالوا كيف شكله؟ قالوا في شعر عينها، في لبسنا أبيض وكذا، وصفوه. بعدين قالوا أيوة عرفته، هذا معقد، أنا عندي متخصص لهؤلاء، شخص بروفيسور أرسل لي. يوم وصل الشخص بكتاب كبير وبدأ يقنعني هذه مديرة شركة وهذه، وكلهم ما كانوا يناموا بالليل وعنده سرطان وعلى أخيرا. قلت لا توروني الكتب، أنا عندي علاج، أنا عندي مشكلة في رجلي، كسر، أبغاك تعالجني أمامي حتى تعرف كيف تعالج. قال انزل من الكرسي. نزلت من الكرسي. قال غمض عيني. غمضت عيني. بدأ يقرأ علي يعني أول شيء قال أسجد الصنم لهذا. قلت أنا ما أستطيع. هم سجدوا للصنم وذكروا اسمي عند الصنم. ثم بدأ يقرأ علي وأنا مغمض، يقرأ علي. جاني دوخة في البداية، صرت أرى الشياطين وزي فيلم كرتون، وأنا خفت. قلت الآن صرت صيد لهم. مباشرة لحقت آية الكرسي وقصار السور الأخيرة المعوذتين، حتى راح عني هذا كله، الدوخة وراح كل شيء. وأنا مستغرب. ما انتهى قال افتح عيونك، حصل شيء؟ قلت لا الحمد لله ما حصل شيء. قال هذا الذي تقرأ هذا اللي خرب علينا، نعيد عليك القراءة وامسك لسانك. لا إله إلا الله. فبدأ علي وجاء ما يحصل شيء، لأني أنا بدأت معه، هو يقرأ وأنا أقرأ 3 مرات حتى صب العرق. قال أنت أتعبتنا، أنت ما تمسك لسانك، هذا اللي يخرب علينا، والناس يبغوا يدخلوا في ديننا برا واقفين بالسرة، عطلتهم. الآن تجينا من غدا مع الصبح كلنا نجتهد عليك وامسك لسانك لا إله إلا حتى تدخل في ديننا. بعد ما انتهوا قلت أنا تسمحوا لي أعالجكم؟ قالوا نحن ما عندنا أمراض. قلت في أمراض عندكم. قالوا وين؟ الطب ما قالوا. قلت في مرض في القلوب. لا إله إلا الله. قالوا طب ما كشفوا. قلت أنا طبي غير، أرى يعني كلا بران على قلوبهم، قل لا يدخل ختم الله على قلوبهم، فهذا المرض. قالوا كيف العلاج؟ قلت غمضوا عيونكم كلكم. كلهم غمضوا عيونهم. قرأت بأعلى صوتي وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إلى آخر الآية، آخر السورة. بعد ما أكملت بأعلى صوتي، الناس اللي كانوا في المبنى فوق نزلوا واللي تحت طلعوا، كلهم اجتمعوا. بعد ما انتهيت من القراءة وجدت نصفهم دموعهم لا إله إلا الله. على عيونهم. فبعد ما انتهيت قام أكبرهم قال أنت أخطأت خطأ فاحشا في جناب هذا الصنم. قالوا هذا الصنم الآن يغضب، لا يرضى إنه يعرض دين غير دينه، ولهذا أنت أذهب وتأتينا غدا، أنت لا تقرأ علينا، نحن اللي نقرأ عليك. خرجوا معي مجموعة 6 7 أشخاص. قالوا أنت ما الذي قرأت علينا؟ قلت هذا هو غسيل القلوب. قالوا أيوة وجدنا تغير في الداخل وجدنا. قلت كيف قالوا اكتمل العلاج. قلت ما اكتمل، لسه فيه وساخة باقية، هذه بداية. قالوا كيف تكمل لنا علاج؟ قلت كل يوم أقرأ عليكم. استأجروا مكان، كل يوم كنت أجي أقرأ عليهم وأعطيهم ترجمة، كل يوم أقرأ عليهم وأعطيهم ترجمة، حتى دخلوا في الإسلام وأتوا للحج. لا إله إلا الله.
ربي يحفظ ويوفق. بارك الله يبارك فيكم. فيك. هذه القصة مختصرة. بارك الله هذه فيك. قبلة على جبين الله يبارك فيك. بارك الله. الله يحفظك. بارك الله فيكم وجزاك الله خير. ولا ننسى إعانة الأسرة الأيتام اللي موجود في حساب المؤثر لأستاذ طارق العمري. بارك الله فيك. الله يجعلنا وإياك بإذن الله نقفل اليوم. الله يبارك فيكم. ربي يحفظ يوفق للمشاهدين. جزاهم الله خير. بارك الله فيكم. الله يحفظ.